السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتناموا يا جدعان؟ بتناموا؟ أنا ما بنامش. أنا ما بنامش خالص. يعني أنا طالع الفيديو ده بص تحس إنه مالوش عنوان، أنا طالع أتكلم وخلاص. بس طبعا في حاجة، في فقرة خاصة بالسيد كيرشا والسيد بيتش بعد خروج إيران وبعد صعود المنتخب المغربي للدور الثاني. انا هقول بقى ايه يعني اسرار كده عن الاثنين دول اصلا ما لهمش علاقه بكره القدم. يعني ايه؟ يعني تكون فقره ما لهاش علاقه بكره القدم. ليه؟ لان الاثنين المدربين دول ما لهمش علاقه بكره القدم. ولكن حابب اقول كلمتين كده في الاول. المنتخب المغربي، انا يعني دلوقتي انا طالع اتكلم، انا راجل مصري مش مغربي. يسعدني ويشرفني ان انا اتكلم عن المغرب واللي عمله المنتخب المغربي والانجاز العظيم اللي عمله بعد 36 عام بيصعد للمره الثانيه في تاريخه للدور الثاني بمدرب اول مشاركه ليه مع المنتخب المغربي. جابوه ايه زي ما بيقولوا بمصر كده، ايه، من الدار للنار. يعني لسه طالع من الوداد بطل افريقيا، قالوا تعالى اول مشاركه ليه، تعال كاس عالم يصعد. سيتذكر التاريخ هذا الانجاز العظيم لحكيم زياش ورفاقه والكابتن وليد الرجراجي. اي واحد مش فرحان باللي عمله المنتخب المغربي، روح اكشف على نفسك. اكشف على نفسك، انت مش طبيعي. يعني انت بص، ناس كتير فرحانه من كل الدول العربيه فرحانه بانجاز المنتخب المغربي. انجاز عربي، عربي امازيغي، دوله عربيه امازيغيه مسلمه. يعني كل حاجه تخليك تبقى فرحان وفخور ان انت بتتكلم عن المنتخب المغربي. فاي واحد مش فرحان ده، على فكره هتلاقي كده بعض الناس كده في النص كده مش فرحان، ما تعرفش ليه، من كل الدول. بس انا اقول لك على حاجه، انت لو مش فرحان المفروض ان انت تتاكد ان انت طبيعي وتروح تكشف على كذا دكتور. يعني تكشف عند كذا دكتور، مش دكتور واحد، لان انت مش هيكون عندك مشاكل نفسيه، انت هيكون عندك مشاكل في كل جسمك، عندك حاجات مش مظبوطه في كل جسمك. فالموضوع مش هيكون نفسي بس، الموضوع هيكون اكبر من كده بكتير. فانت يا ابني ممكن تشوف نفسك عيل مكلوب ولا مجنون ولا حاجه، ما نعرفش. المنتخب المغربي لا يخاف احدا على الاطلاق، لأن المنتخب المغربي إن شاء الله عندنا المواجهة الجاية مع الدولة التي كانت عاصمتها مدينة مراكش. يعني تبعنا الدولة دي تبعنا، احنا اللي بنحكم فيها. هم سرقوا. بص العيال بتوع اوروبا دول شويه صيح، هي والبرتغال والولايه الثانيه الكبيره خلتهم فرنسا، دول شويه صيح. بص يا جدعان، هي المشكله في ايه؟ المشكله هتلاقي التاريخ كله عربي اسلامي امازيغي. بس بص، هم بياخدوا يسرقوا الارض ويقول لك تعال احنا فرنسا. يا ابني ده انت لسه سارق، يلا لسه سارق يا كذاب يا كذاب يا ابن الكذابه. لا، الواد الثاني البرتغال احنا الاندلس، الواد اسبانيا احنا الاندلس. يا ابن الاندلس ده الاندلس احنا اللي فاتحينها مسلمين طلع ابن زياد يا الواد الثاني بقى. لا مش احنا، ايه مش دول شويه صيع على بعض. وبلجيكا حتى بانت على اصلها كمان بعد ما المغرب غلب بلجيكا، كلهم شويه. بص، والمانيا المعفنه، غادرت المانيا الاراضي الطاهره في قطر. والله ان المانيا جاءت الى قطر لتنجيس هذه الارض وغادرت. ليه؟ لانها تكبرت على قطر. مع السلامه. انا بص، انا قلت لكم امبارح رساله، وانتوا بتركبوا الطياره اتمنى ما تركبوش كل كرسي لوحده، اركبوا على بعض، لانه انتوا اللي قلتوا على نفسكم احنا بنحب الركوب. فاحنا المنتخب المغربي وجماهيره كانوا يتمنوا ان المنتخب الالماني هو اللي يكون موجود مكان اسبانيا، ولكن اللي حصل. فيعني انتوا ايه، اركبوا، روح بقى المانيا تركبوا بعض، تعملوا لنا كل واحد يعمل للتاني موتوسيكل عربيه يركبه وهو ماشي مع بعضكم بقى. احنا بقى نشوف اسبانيا وبعدها البرتغال، الدولتين اللي هم بيقال عليهم اندلس، اللي هي الاندلس دي. يا ابني الاندلس دي تبعنا في عهد المرابطين، احنا تبعنا. وكانت العاصمه بتاعت مراكش دي للدولتين دول. تخيل، يعني هم اصلا تبع المغرب. يعني بص، المغرب بيلعب نفسه، فالمغرب لا يخاف احدا. ولا تقول لي بقى الواد كريستيانو، ما احنا عندنا زياشيانو وحمد اللانو ويوسف نصرانو وكله، والواد ده مرابط ايه؟ ده مرابط هيديكوا بالشبشب. مرابط يا جدعان، انا خايف يمسك الواد كريستيانو يلعب بيه كده كوره. مرابط هيدي العيال ده بالشبشب، مفيش حد يقرب جنب مرابط. ده مرابط يانو ده راخر. فالمنتخب المغربي يسعدك ويخليك فخور ويشرفك، وان انت تطلع تتكلم عليه من اي جنسيه، تطلع تتكلم عن المنتخب المغربي بفخر، لانه شرف كل العرب، شرف كل المنتخبات العربيه الامازيغيه المسلمه، شرفنا كلنا. فاي حد مريض، ما روح يا ابني اكشف، عشان انت ايه، انت باين عمليه ضايعه عندك خالص.
فالمغرب ان شاء الله هيستعد بقوه، واتمنى من الكابتن وليد الرجراجي انه يلعب بنفس النهج اللي بيلعب بيه. والخطه، هو مدرب فيلسوف هيتكتب في تاريخ المنتخب المغربي، وافتكروا كلامي، هذا المدرب سيصنع الفارق مع المنتخب المغربي. بس خلي بالك، مفيش حد بس يدخل كده من تحت لتحت يعمل مشاكل. هيخلص كاس العالم، الله اعلم المنتخب المغربي هيكمل فين، ان شاء الله يروح لابعد طريق في كاس العالم. الراجل ده لو اشتغل شويه هيصنع المجد مع المنتخب المغربي، وافتكروا كلامي. وبطوله افريقيا اللي غايبه عن المنتخب المغربي من 78 تقريبا، يا رب ما اكونش مخطئ، وليد الرجراجي هيجيب بطوله افريقيا زي ما جابها مع نادي الوداد لما غلب النادي الاهلي. مش سهل ان انت تغلب النادي الاهلي، وكل الناس عارفه كده. النادي الاهلي قليل جدا لما بيخسر في النهائيات. فالكابتن وليد الرجراجي سيصنع الفارق مع المنتخب المغربي، ولكن خلوا الراجل يشتغل شويه عشان بطوله افريقيا الغايبه. اعتقد ان الراجل ده هو اللي هيجيبها. نيجي الفقره الثانيه، الفقره المضحكه بتاعه السيد بيتش والسيد كيرشا. خلينا نبدا بالسيد كيروش او السيد كيرشا او السيد كيرشاوي، والثاني السيد خليلوزيتش او السيد بيتش او السيد بيتشاوي، وبيتكلم عليهم الشرقاوي. يا دي الخيبه، يا دي الخيبه. تحس ان انا بقى دايما بشعر لسه بتكلم عن المنتخب المغربي وبشعر بالفخر، يجي لي دول بقى في النص تحس ان انا بقى بشعر بالقرف، بشعر بالنيله، بشعر بالخيبه. هاتلنا بقى كوبايه ميه وليه في ليلتك السوداء، وحضر لنا بقى خطاب كده ان شاء الله بعد فوز المنتخب المغربي على الاسباني، بدل ما اديك في وشك بالشلوط. الولايه ام اسماعيل اليومين دول شغاله، والولايه عندها ثقه ان المنتخب المغربي هيخلص مع اسبانيا باذن الله. وزي ما قلنا كانت عاصمتها مراكش، ما تبعنا يعني، المغرب بيلاعب نفسه. خلينا نبدا بالسيد كيرشا بعد خروجه من كاس العالم مع منتخب ايران. اولا العيب مش عليك يا كرش، العيب على اللي بيجيبوك سواء مصر او ايران. الاتحاد المصري الفاسد. تاني يا ولد، الاتحاد المصري الفاسد هو اللي جابك. فانا مش مستغرب، الواد ده بتاع شعارات يا جدعان. يعني بصوا، يروح ايران انا ايراني، يجي مصر انا مصري. هيروح في كاس الامم الافريقيه كوت ديفوار 2024، هيروح اي منتخب، ما شالوه من ايران، هيروح اي منتخب افريقيا يقول لك انا غاني، انا كاميرون. بيلعب على الحته دي، يروح يفوز له ماتشين ويقوم مطلع المنتخب بتاعه. هو كده يروح يقعد له ماتشين، ياخد له شويه فلوس ويمشي. عمل كده مع مصر. العيب مش عليك، العيب على اللي جابك، الاتحاد المصري الفاسد. ما شفناش من 2010 اتحاد مصر قوي، ولذلك منتخب مصر بلا هويه. يفوز له ماتش ماتشين ده عادي، لكن منتخب مصر لم ترجع هويته الى الان. وطول ما في فساد المنتخب المصري مش هيرجع لحالته الطبيعيه، وهيفضل زي ما هو كده محلك سر واقف. طالما في فاسدين، طالما في فاسدين مش هيتحرك المنتخب المصري خطوه، نص خطوه حتى. فالسيد كرشه ده، بص يا جدعان، ده ترزي. الواد بقى ايه، بقول لكم سر. السيد كرشه ده راجل ترزي. بص لما يلبس بدله بيبقى شكله نظيف ازاي، ده ترزي يا جدعان. هو اصلا مالوش دعوه بكره القدم. والواد الثاني السيد بيتش مالوش علاقه بكره القدم، ده اصلا ده حرامي شباشب. امه قالت لي ان هو كان بيسرق الشباشب يوم الجمعه في الجوامع هناك في البوسنه هناك. المسلمين بيطلعوا ما يلاقوش الشباشب بتاعتهم. مين اللي سرق الشباشب؟ زي اللي مين اللي اكل الجبنه كده. مين اللي سرق الشباشب يا اولاد؟ لا، الواد خليل. الواد خليل حرامي شباشب مالوش علاقه بالكوره. والواد ده اصلا ترزي، تحس لما يلبس بدله كده بيبقى حاجه نظيفه، شكله نظيف يعني. فهم الاثنين ما لهمش علاقه بكره القدم. واحد اتى لتدمير الكره المصريه، والثاني اتى لتدمير الكره المغربيه، الذي لم يضف اي بصمه للمنتخب المغربي. انت عارف انا كنت اتفرج على المنتخب المغربي ايام السيد بيتش، 5 ماتشات مثلا، ال5 ماتشات كلهم بتشكيل مختلف. منتخب بلا هويه، ما عندوش دفاع ولا عنده هجوم ولا احنا عارفين هو بيلعب ايه. يعني احنا مش عارفين المنتخب المغربي بيلعب باي خطه. كل ماتش تشكيله. واخر ماتش اللي خسره بتاع الود من امريكا، اللي لما تيجي تقارن بين امريكا والمغرب في كره القدم كانك بتقارن بين السماء والارض بالظبط. خسروا كان بينام. ده انا يوميها سهرت. ماتش بتاع امريكا كان 3 الفجر وانا قاعد سهران عشان احلل الماتش. نام، الواد نام وسابني انا قاعد سهران، وساب الجماهير المغربيه سهرانه، ونام هو. والمنتخب المغربي خسر الماتش. بقى احنا يا اللي نخسره من امريكا دي تعرف حاجه بالكوره يا زفر.
الاثنين دول زي ما قلت لحضراتكم ما لهمش علاقه بكره القدم. واحد جه يخربها، وبعدين بقى اخير بقى راح فرنسا. الواد بقى راح فرنسا بفلوس المغرب، راح فرنسا يتفسح براحته، جه مسروق هناك. يعني انت رايح عامل بيت ولا بتسرق بيقول لك 80,000 دولار ولا مش عارف 80,000 يورو، مجوهرات وصيغه وبلاوي سودا، بلاوي سودا على دماغك. الواد بينقي بقى فرنسا، راح يصيف. كان بيعمل ايه في فرنسا؟ احنا في الشتاء دلوقتي. المهم بيقول لك البيت بتاعه هناك اتسرق، باين حاجه كده يعني. انت رايح بلد سرقه التاريخ وسرقه الجغرافيا وسرقه لعيبه كره القدم، سرقه بوجبا ومبابي والجماعه وكانتي وبنزيما وكله تبعنا، يالا كله تبعنا، افارقه وعرب. انت يعني انت مش عايز تتسرق هناك؟ ما انت لازم تتسرق. بيني وبينك يا خليل، انا فرحت وانا ازعل ان شاء الله الهي تتسرق طول حياتك، الهي تفضل طول عمرك بيتش، والواد التاني كرش، الهي تفضل طول عمرك كرشه كرشاوي وبيتش بتشاوي وانا الشرقاوي. ده ايام منيله بسوده. الهي تفضلوا انتوا. انا يا ابني بص، خلصت الدعاء عليكم. الواد الثاني الواد كرشه والولد ده انا خلصت الدعاء كله اللي في العالم. ما عاد عليكم بايه؟ ما فيش غير بقى ايه الجمله الاخيره، ان انت تفضل طول عمرك بيتش والواد الثاني يفضل طول عمره كرشه. راح يشتلي في فرنسا وبلد ده سرق التاريخ والجغرافيا. ما انت لازم تتسرق هناك. ذنب المغرب يالا، ذنب المغرب. ده انت كان اخرك تغلب غينيا بسك نو تغلبها وتقول ده انا عامل ماتش كويس النهارده. شفت؟ طبعا انت ما كنتش عايز وليد الرجراجي، ما كنتش عايزه ينجح انت، عشان ايه؟ الناس يقول لك ذنب الواد بيتش. ما كنتش عايز وليد الرجراجي ينجح انت. عارفك، انا عارف نيتك. يلا نيتك سودا من جواك، انت اسود يا بيتش. انت امك قايله على كل حاجه. ده انت يا حرامش يا باشا، حرامش يا باشا. واخترعوه قال لك مدرب كره القدم. والواد الثاني ترزي بيفصل بدل. الايام السودا ايام مزفته ومطينه بطين. كل التوفيق للمنتخب المغربي مع الدولتين اللي كانت العاصمه بتاعتهم مراكش باذن الله. وان شاء الله نفرح الايام الجايه بصعود المنتخب المغربي لاعلى الادوار في كاس العالم باذن الله. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.